أوقات كتير الحياة بتضغط على الإنسان لدرجة تخليه يحس إن كل حاجة بتضيع وبتقع مرة واحدة. منتهي الصلاحية مش مسلسل عادي، ده حالة. صالح كان شخص عادي جدا، شغل ثابت، عيلة، مستقبل واضح، لكن سلسلة من الخسارات أخلت توازنه النفسي، انهيار، انفصال، توتر مع بنته، تجربة سجن، كلها عوامل بتعمل ضغط نفسي شديد، ولو ما اتلحقتش صح ممكن توصل الإنسان لاختيارات مدمرة. بعد الصدمة صالح خرج وهو حاسس بالضياع، محتاج يعوض، محتاج يمسك في أمل سريع، وهنا بيظهر الخطر. الحلول السهلة، القمار والمراهنات الإلكترونية دايماً بتبان كطوق نجاة، لكنها في الحقيقة شكل من أشكال الهروب النفسي، مش علاج للمشكلة. علم النفس بيقول إن الإنسان لما يكون تحت ضغط ويأس شديد قدرته على اتخاذ القرارات الصح بتضعف. كل رهان بيبقى محاولة للهروب، وكل خسارة بتزود الشعور بالذنب والضغط، وبتدخل الشخص في دايرة إدمان ممكن يكون صعب الخروج منها. المشكلة إن التأثير مش بيقف عند الشخص بس، الإدمان النفسي أو السلوكي بيمس للأسف العيلة كلها، الأولاد واللي بيحبوه، وبيسبب جروح نفسية أعمق من الخسارة المادية نفسها. الرسالة هنا واضحة، الهروب مش حل. القمار والإدمان أو أي طريق مختصر للهروب من الواقع دايماً ليه تمن نفسي، لكن المواجهة، طلب الدعم، اللجوء لحلول واقعية إيفن لو كانت أصعب، هو ده الطريق الوحيد للتعافي وحماية نفسك واللي حواليك. ومهما الدنيا والحياة ضاقت بيك، افتكر دايماً إن في أمل وطريقة لك، بس لازم تقرر تختاره بوعي وشجاعة.